بدأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التخطيط لمكان إجراء المعسكر التدريبي للمنتخب المغربي استعداداً لنهائيات كأس إفريقيا المقامة بدولة ساحل العاج. وسيعقد فوزي لقجع اجتماعاً مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي من أجل الاتفاق على المكان الذي سيعسكر فيه المنتخب المغربي، والذي سيكون بنفس الخصائص التي تمتاز بها مدينة سان بيدرو التي ستحتضن مباريات المغرب في الكان. وقد تم الاتفاق مبدئياً على إقامة المعسكر الإعدادي بخليج غينيا الذي تطل عليه مدينة سان بيدرو الإيفوارية، غير أنه لا زالت المفاوضات حول الدولة التي ستحتضن تداريب المغرب. هكذا وقد تحدثت مصادر متعددة أن الجامعة تفكر جدياً في إقامة تربص إعدادي في أواخر شهر ديسمبر القادم بمدينة باتا عاصمة دولة غينيا الاستوائية، لكونها تطل هي الأخرى على خليج غينيا وتتمتع بنفس الجو والرطوبة السائدة بمدينة سان بيدرو.